إنما الحقيقة ليا تعليق بسيط على كلمة حركة تجرد. احنا أول مرة في التاريخ نجد إن حركة مؤيدة للنظام الحاكم، مؤيدة للرئيس، أعوان السلطان، ويلقبوا أنفسهم بحركة تجرد، سواء أن هذا السلطان يمضي على نحو صائب أم لا. إنما أنا لو مؤيد للرئيس، لو موالي للسلطة الموجودة، لو بأيد الحاكم الآن في مواجهة المعارضة، من الصعب أن أصف ذلك بأنه تجرد. لكن كان ممكن تكون حركة مؤيد، ده منطقي. حركة داعمون منطقي. حركة الشريعة منطقي. أي اسم إلا اسم تجرد. أول مرة نلاقي أنصار السلطة التي في الحكم الآن يبقى أنصارها متجردين. دايما المتجرد اللي بعيد عن السلطة أو معارض للسلطة. مفيش متجرد مع السلطان الحاكم، مفيش متجرد مع رئيس الجمهورية، مفيش متجرد مع السلطة القائمة في الحكم. إنما الحقيقة لافت للانتباه لأول مرة نجد متجردين مع السلطة، عكس ما هو معتاد لغويا وتاريخيا. 2. هيئة الإسعاف جاهزة ل30 يونيو. يمكن كل الاحتمالات واردة، إنما هيئة الإسعاف شغالة على جميع الاحتمالات. ففي 2000 عربية إسعاف هينزلوا يوم 30 يونيو، عليهم 7500 مسعف، وال2000 عربية إسعاف هيتوزعوا على حوالي 10 ميادين في القاهرة، وندعو الله السلامة لوطننا وشعبنا. 2. صورة الإخوان المسلمين. دلوقتي الصورة الذهنية اللي هو الانطباع العام والتصور العام عن جماعة الإخوان المسلمين سلبي. كان قبل كده انطباع عام إيجابي، والشعب كان بيحب الإخوان المسلمين وشايف إن هم ناس بتوع ربنا، وناس طيبين، وناس ما همش لصوص، وناس اعتدنا أن نراهم في المساجد، وناس أكيد لما يوصلوا للسلطة يكونوا أفضل من غيرهم. ده الانطباع اللي كان موجود قبل وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة. لكن الانطباع دلوقتي مش كده. الانطباع دلوقتي إن الإخوان المسلمين جماعة ضيقة بتعمل لأجل مصالحها فقط، وإن هذه الجماعة لا تثق في أي حد بره الجماعة. ممكن تستخدمه، ولما يخلص الاستخدام بتاعه ترميه. إنما لا تثق الجماعة إلا في أعضائها. وحتى جوه الجماعة الحلقة الضيقة فوق جدا في جماعة الإخوان المسلمين هي تتخذ القرار، والباقي يتلقى الأوامر وفقط. ده الانطباع العام السائد أو الصورة الذهنية لجماعة الإخوان المسلمين، حتى ولو لم تكن دقيقة إلا أنها الصورة الشائعة الآن. قيادي جهادي زي نبيل نعيم قال الإخوان جيتوا، وكلمة جيتوا دي استخدمت فقط للحركة الصهيونية في إسرائيل لما كانوا لوحدهم مكمكمين كده على بعض جوه نطاق أو سور واحد، كانوا بيسموه الجيتو، منعزلين عن أي بيئة خارجية أو أي بشر خارج الجيتو. فغريب جدا إن قيادي جهادي بثقة الاسم نبيل نعيم يصف وضع الإخوان المسلمين بما وصفت به الحركة الصهيونية من قبل، إن الإخوان عايشين في جيتو منغلق. وقال نبيل نعيم لصحف بكرة إن الإخوان من خلال معرفته بيهم عندهم عنصرية واستعلاء، ولسه الشعب هيشوف كتير من الإخوان المسلمين. ده كلام الجهادي نبيل نعيم. بغض النظر عن ذلك، إنما المؤكد قدامنا أن الإخوان قبل، الإخوان بعد. الإخوان قبل أفضل كتير جدا جدا من الإخوان بعد. صورة المرشد ومكتب الإرشاد وأعضاء الإخوان المسلمين قبل أفضل كثيرا جدا من بعد. يعني عكس عمليات التجميل اللي بيكون قبل في وضع أقل وبعد في وضع أفضل. الإخوان قبل في وضع أفضل وبعد في وضع أقل. لكن للأسف إن البعض جوه الإخوان، واتكلمت مع كتير فيهم في مستويات مختلفة، بينهم شخصيات في الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين، إنما تقريبا لا رغبة في الاستماع لأي نقد حقيقي للجماعة. ويمكن ده اللي أثر أكتر وأكتر تدريجيا على صورة الإخوان لدى المجتمع المصري. 3. شعارات 30 يونيو استوعبت إن الإخوان المسلمين
بشعار الإسلام هو الحل وباسم الجماعة الإخوان المسلمين كأنهم يحتكرون الدين. علشان كده حركة تمرد جعلت من شعارات 30 يونيو مع الإسلام وضد الإخوان، باعتبار إن الإخوان مش هم الإسلام ولا الإسلام هو الإخوان، وبالتالي ممكن أكون مسلم وأكون ضد الإخوان المسلمين. عشان كده الشعار الذكي اللي طرحه بعض الناس في حركة التمرد والمعارضة إن هم مع الإسلام وضد الإخوان، من المؤكد أنه يربك الصورة العامة للإخوان المسلمين. إذا أضفنا ليه الشعار الشهير جدا أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط حكم المرشد، ده بيؤكد أن في قطاع كبير في المجتمع واضح تماما أن احنا مسلمين مؤمنين ومتدينين وملتزمين ولكن ضد الإخوان المسلمين، وده ما يتناقضش. مش لازم أكون متدين مع الإخوان أو أكون ضد الإخوان أبقى ملحد أو كافر. يمكن ده أساس الشعار الشهير أنا مش ملحد أنا مش كافر، أو أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط حكم المرشد. 4. لا يزال هناك وقت للحل رغم اللي احنا قلناه من هبوط أسهم جماعة الإخوان المسلمين، تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين بعد أسوأ من قبل، أداء الرئيس محمد مرسي هبط بالشكل العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه لا تزال هناك فرصة. قدامنا لسه 15 يوم تقريبا أو أسبوعين، الإنسان الحكيم ممكن ينقذ الوطن في دقائق، وبالتالي 14 يوم أو 15 يوم مدة طويلة جدا يمكن إنقاذ فيها الوطن. النهاردة فقط زعيم الأغلبية الإخوانية في مجلس الشورى بيقول إنه يجب تعديل الدستور. معقولة؟ يعني ده من الصف الأول في جماعة الإخوان المسلمين، نائب رئيس الحرية والعدالة زعيم الأغلبية الإخوانية في مجلس الشورى بيقول النهاردة، لسه النهاردة صحيح من النوم بنقول إن الدستور ينبغي أن يتم تعديله. ده كلام القيادي البارز في الإخوان المسلمين، يجب تعديل الدستور. طب ما ده اللي المعارضة قالته بقالها شهور طويلة، ما تعملوش الدستور ده مش نافع، هيفرق الناس. الدستور ده فعلا هو اللي مزق المجتمع الآن شيعا وفرقا وجماعات. قلنا الدستور ده هيبقى نذير شؤم على التماسك الاجتماعي في هذا الوطن، لكن بتكلم نفسك هم طالعين مصرين ان ده شيء اسطوري وعالمي يستحق واضعوه جائزة نوبل في وضع الدساتير. دلوقتي نائب رئيس الحرية والعدالة زعيم الأغلبية الإخوانية في مجلس الشورى هو اللي بيقول يجب تعديل الدستور، مش نفكر، بيقول يجب تعديل الدستور. لو شفنا كلامه قبل كده وكلام بعض قادة الحزب والجماعة قبل كده كان مختلف تماما. الآن فقط دلوقتي فوقنا إنه كان ينبغي أن نعدل الدستور. على أي حال أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، لكن لسه قدامنا جدول أعمال كبير لازم الرئيس يحسمه تماما قبل 30 يونيو، وإلا الوطن ذاهب إلى مجهول.